السلام عليكم حبايبي واخواتي، وحشتوني. النهارده ان شاء الله هنعمل الجلاش الجميل ده وتسويته المظبوطه، مورق من جوه، طري جدا من جوه، مقرمش كده من بره، وطعمه حلو جدا جدا. وكمان هنعمل الكفته بالبرغر، وكمان يعني وهنعمل كمان كميه كبيره الكفته جدا من بالبرجر ربع كيلو حلوه لحمه. قوي قوي. هتشوفوا الطريقه ما معايا شاء ده الله. وده، طبعا مش الكفته وهتعجبكم الكميه جدا دي بس، لانها هتشوفوا مفيش الكميه اسهل قد ايه احنا منها. عملناها. هنسمي اول بسم حاجه الله كده. هنسمي بسم الله واول كده، حاجه معايا وهنجيب البرغر كوبايتين الا بتاعنا ربع ونحطه. من انا هنا البرغر، جبت كوبايه ونص، حطيتهم كده في وهحط حاجه عليهم واسعه عشان طبعا ميه هو سخنه. يعني هينفش انا غليت معايا. ميه كده وهنزل وهنزل عليهم عليهم بثلاث بالميه السخنه كوبايات زي ما انتوا ميه مش شايفين كده. سخنه، لازم تكون سخنه كده نزلت ب3 كوبايات علشان ينفش معايا وربع كده بسرعه، ميه من وكمان يبقى طري المغليه. معايا كده. هحط عليهم الميه المغليه طبعا كده انا هنا كويس، حطيت وهغطيهم كميه الميه وهسيبهم كده بتاعتي يعني على قد اقل حاجه نص البرجر ساعه. اللي انا حطاه هنلاقي يعني. كده الحبايه بتاعه بس كده البرغر خلاص حطيته، نفخت كده اغطي عليه وبقت بقى طريه واسيبه خالص شويه معانا، براحته. نقدر هبدا نشكلها بقى في بسهوله. الجلاش. ركناها على هنا جنب بعد انا ما معايا غطيناها، يعني دي وجينا نص هنا لفه بقى من هنعمل الجلاش. الجلاش. بنوتي الحلوه بقى جابت الصينيه بتاعتنا ونص لفه جلاش، نص لفه الجلاش على قد يعني الكميه دي على قد الصينيه الصغيره دي. بدأنا بقى هنقص كده، هنقص الجلاش نصين يا دوبك، هو ده مقاس الصينيه بتاعتنا، يعني نصين يا دوبك المقاس ده. في الحالة لو الجلاش بتاعنا مقطع او متكسر مفيش، حتى لو متكسر عادي برضه. يلا بينا كده نشوف احنا عملنا اول حاجه ايه. اول حاجه انا جبت معايا نص كوبايه من السمنه او اي ماده دهنيه انتوا حابين، وابدا بقى ادهن الصينيه بتاعتي كويس جدا. في القاع بتاع الصينيه كده اغلف الصينيه بتاعتي من الجناب ومن القاع بتاعها كويس جدا جدا من الماده الدهنيه اللي انا حطيتها. وهنا بقى مش هحط ورقه، انا هحط ورقتين زي ما انتوا هتشوفوا كده. بس بالطريقه دي هحط ورقتين، والزياده بتاعت الجلاش دي هتنيه ادخلها لجوه، يعني بقى تطلعوها تحطها بره تدخلوها جوه زي ما انتوا بتحبوا. سهله جدا وطريقه ناجحه جدا. وكمان يعني الجلاش من ابسط الحاجات اللي ممكن نعملها، بس في ناس بيطلع معاها ناشف شويه، بيطلع معاها مكتوم، لكن الطريقه دي حلوه جدا وبتتعمل في ثواني، وزي ما انتوا شايفين بنوتي كمان اللي بتعملها. ابدا بقى احط ورقتين من الجلاش، وابدا احط الماده الدهنيه بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. ابدا اعمل كل الجلاش الكميه دي زي ما انا عملت كده، بس نص الكميه بس، عشان طبعا ما ننساش اللحمه المفرومه اللي معصجينها، وانا عصقتها معاكم كذا مره في القناه. فهحط نص بس كميه الجلاش بالشكل ده، وبعدين احط اللحمه المفرومه بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجه الماده الدهنيه دي هي اللي بتديني توريقه حلوه جدا للجلاش، وبتخليه خفيف كده مش مكتوم ولا اي حاجه، وتخلي كمان في نفس الوقت طري. ولو عندنا زبده يبقى احسن من السمنه في الجلاش، عشان دي اللي بتخلي الجلاش بتاعنا مورق وبتخليه منتفخ وجميل. بس انا ما عنديش حاليا زبده، فاشتغلت بسمنه مفيش اي مشكله. زي ما انتوا شايفين كده بطبق بس القطع من جوه، وابدا بقى احط وادهن ماده دهنيه. هيعجبكم جدا، مفيش اسهل منه. بس اهم حاجه قبل ما نشتغل في اي حاجه نكون مشغلين الفرن. اي حاجه حتى لو هنعمل اي حاجه بسيطه هنحمرها بس مجرد تحمير، الاحسن نشغله قبل ما نبدا في اي حاجه نحطها في الفرن. زي ما انتوا شايفين كده انا بقى خلصت نص الكميه بتاعه الجلاش. ولو عندكم بقى جبنه موتزاريلا، لو عندنا جبنه شيدر، اي نوع من الجبن نحطها مع اللحمه المفرومه مع الحشو، بتبقى حلوه جدا جدا. اخواتي وحبايبي ما تنسونيش في الاشتراك في القناه عشان عيلتي تكبر بيكم ان شاء الله، واللايك والشير عشان يوصل لكل حبايبنا واصحابنا، وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد بنزله. وكل سنه وانتم بالف خير، رمضان كريم عليكم. ابدا بقى زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه تكون الزبده او السمنه او اي ماده دهنيه انا بشتغل بيها في الجلاش تكون سايحه، ما تكونش جامده، يعني ما تكونش علشان تتفرد معايا كده بكل سهوله وتغطي لي اي حاجه انا بدهنها يعني. هنا بقى انا خلصت نص لفه الجلاش. هبدا بقى انزل اللحمه المفرومه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. انا نزلت كميه اللحمه المفرومه ده ربع كيلو بس من اللحمه المفرومه، عمل لي صينيه الجلاش، وكمان يعني بقت مليانه كده مش فاضيه ولا اي حاجه. وطبعا انا معصجه معاكم زي ما قلت لكم اللحمه قبل كده كذا مره ممكن تشوفوها، بس انا بحب اعمل تعصيجه لكل نوع من الجلاش او من المعجنات. كل حاجه كده بيبقى لها تعصيجه خاصه. بدات بقى ان انا احط، انا طبعا مش حاطه اي ماده دهنيه على اللحمه عشان اللحمه بتاعتي فيها نسبه دهون، فمش هحط عليها كمان يعني مش هحط عليها اي ماده دهنيه بين السمنه بين الجلاش قصدي وبين اللحمه. ابدا بقى احط كده نص لفه الجلاش التانية زي الخطوه الاولانيه بالظبط، هعملها زي ما انتوا شايفينها كده.
انا بقى حطيتها كده واحده واحده، وهعمل كل الكميه بتاعه الجلاش زي ما انا عملت بالظبط عشان ادخلها الفرن. طبعا هنا انا ولا هحط جبنه موتزاريلا على سطح الجلاش بتاع على سطح الصينيه يعني، ولا هحط بيضه ولا هحط اي حاجه. طبعا ممكن تحطوا بيضه لو انتوا بتحبوا الطريقه القديمه بتاعت امهاتنا واجدادنا اللي هي البيضه، ونربها بشويه ملح وفلفل اسمر كده ونحطها، مفيش اي مشكله ممكن تحطوها، بس انا ما بحبهاش بصراحه. ولو حابين ان انتوا تحطوا جبنه موتزاريلا يبقى احسن، بس ايه انا ما كانش متوفر عندي. وممكن كمان نحط لو الجلاش عندكم ناشف شويه ممكن نحط بيضه وعليها شويه من الحليب وشويه من الفلفل الاسمر وشويه من الملح ونربها كده، وبعدين نحطها على سطح الجلاش، بتبقى حلوه جدا جدا. لكن لو مستعجلين عليها او ما بتحبوش البيض كتير في الحاجه فبلاش. انا ما حطيتش بصراحه في الجلاش بتاعي دوت بيض، لكن في كذا طريقه تانية للجلاش وبحط فيها بيض عادي ما فيش مشكله، بس الطريقه دي يعني انا استكفيت زي ما قلت لكم كده، بس بالماده الدهنيه بتاعتي. زي ما انتوا شايفين كده احنا غلفنا وفاضل بس كده هندخل احسن صينيه جلاش في الفرن وهناكلها بالف هنا وشفا. طعمها كان جميل جدا، مورق جدا، وكمان كده طريه من جوه ومن بره كده مقرمشه وطعمها حلو قوي. كده خلصنا بقى صينيه الجلاش، ويلا كده ندخلها في الفرن ونشوف التسويه بتاعتها الجميله. قبل ما نحطها في الفرن لازم نقطعها الاول، لازم نقطعها علشان لسه هنحط اللبن بتاعنا، فعشان اللبن كده يخش ما بين القطع اللي احنا هتشوفوها دلوقتي واحنا بنقطعها علشان تبقى جميله وتبقى طريه من جوه. هي الخطوه دي مهمه جدا، هتخلي الجلاش بتاعنا طري ويكون مقرمش كده ويكون حلو. يلا بقى نقطعها كده. التقطيعه دي بتاعتكم طبعا، تقطعوها بقى بالطول تقطعوها بالعرض حتت صغيره زي ما انتوا حابين، انا استكفيت بس اقطعها بالطول ونقطعها 3 قطع كده بالعرض عشان تبقى القطعه كده حلوه يعني بالنسبه لي. قطعناها بقى كده بالطول وهنبدأ بقى نقطعها بالعرض. بصوا هي سهلة جدا، طعمها حلو جدا جدا، وزي ما قلت لكم بنوتي اللي عملتها لنا فكانت طعمها جميلة جدا جدا. بس كده قطعناها وخلصنا تقطيعها، هنركنها بقى كده على جنب وهنشوف احنا هنعمل ايه. هنشوف بقى اللبن زي ما قلت لكم كده، هنجيب اللبن او الحليب زي ما بتسموه ونحطه عليه عشان هو ده اللي هيديها الطعم والجمال والقوام كل حاجة فيها. جبت كده شويه من اللبن يعني مش كتير، يعني نص كوبايه كده من الحليب زي ما انتوا شايفين يعني على قد الكميه بتاعتي. وجبت كده شويه من اللبن من الملح، حاجه صغيره كده من الملح يعني ربع معلقه كده او اقل من ربع معلقه على حسب الكميه بتاعت اللبن وعلى حسب الكميه بتاعت صينيه الجلاش بتاعتنا. وكمان جبت شويه كده من الفلفل الاسمر وهقلبهم كويس جدا مع بعض وافضيهم بقى على الجلاش عشان كده الحليب بتاعنا يخش ما بين الجلاش ما بين طبقات الجلاش، فيديلي بقى طراوه كده ويدينا النفخه بتاعته اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو كده، ويخلي الجلاش بتاعنا طري كده وجميل من جوه وكمان من بره كده مقرمش زي ما انتوا شايفين كده بقى. خلاص انا سبتها شويه ودخلتها الفرن، طلعت بالجمال والعظمه والطعامه دي. احنا خلصنا الجلاش، لسه في الكفته. نخش بقى على الكفته ونشوف الكفته الجميله بتاعتنا، كميتها كبيره جدا طعمها حلو جدا وبربع كيلو لحمه. البرجر بتاعي خلاص زي ما انتوا شفتوا شرب بقى الميه بتاعته وبقى جاهز ان انا اعمل فيه الخطوات الكفته بتاعتي. على فكره الخطوه دي تنفع تبقى نعملها الكبيبه كمان، يعني نشكلها كبيبه وممكن نشكلها كفته زي ما انتوا حابين يعني. انا جبت هنا بصله متوسطه فرمتها ناعم جدا في الكبه او في المبشره من ناحيه الناعم، وجبت كده 5 فصوص من الثوم ونزلت بيها، وجبت كمان بطاطسايه كبيره او بطاطستين متوسطين، وابدا بقى اهرس كده البطاطس مع الحاجه بتاعتي مع الخليط بتاعي كده والحاجات الجميله اللي احنا حطيناها كده زي بقى ما تهرسوها. انا عندي المهرسه اتكسرت فبهرس بقى باي حاجه قدامي يعني زي ما انتوا شايفين كده. ابدا بقى اهرسها كلها عشان اعرف اقلب كل حاجه مع بعض وادخل كل المكونات بتاعتي كده مع بعض. خلاص انا كده هرست البطاطس، هجيب بقى كل التوابل بتاعتي اللي انا حابه. انا ما بحبش ازود يعني توابل كتير في الكفته، هي ملح وال7 بهارات وفلفل اسمر وشويه من البابريكا وشويه من الكمون، بس كده. ما بحبش اكتر من كده في الكفته. ولو عندنا توابل كفته تبقى حلوه قوي، يعني لو في توابل من الكفته تبقى حلوه قوي هتديها طعم جميل. زي ما انتوا شايفين بقى انا استبعدت اي حاجه بقلب بيها وبايدي بقى كده بدات ان انا
يعني ادخل كل المكونات مع بعض كده واقلبها كويس بايدي عشان كل حاجه تبقى كده متقلبه مع بعض كلها داخله في بعضها كده زي ما انتوا شايفين. بعد ما قلبتها كلها في بعض كده جبت بقى اللحمه بتاعتي اللي انا عصقتها وهبدا بقى اعملها زي ما انتوا شايفين كده. طب انا معصجاها ما حطيتهاش نيه ليه؟ التعصيجه بتخلي الكفته بتاعتي تستوي زي ما انتوا شايفين كده. انا بوريكم هنا ان انا ممكن اعملها كوبيبه، بس انا ايدي مش في الكوبيبه حلوه قوي زي ما انتوا شايفينها كده. هي دي اساسا طريقه الكوبيبه، دي طريقه الكوبيبه الاقتصاديه بتاعتنا. بس ممكن نعملها كفته تبقى محشيه كده باللحمه المفرومه، ممكن نعملها كوبيبه زي ما انتوا شايفين. هي اساسها كوبيبه زي ما انتوا شايفين كده. بقى مسكتها فتحتها كده بايدي، عملت لها زي كفر كده، وقمت حطاها بقى اللحمه جواها وقمت قافله. بقت الكوبيبه الاقتصاديه الجميله، جميله جدا وكان طعمها حلو جدا جدا وكمان مستويه، لان احنا بنحطها على النار عشان الكفر بس اللي بره هو اللي يستوي، لان طبعا من جوه اللحمه مستويه والبطاطس مستويه، فانا عايزه الكفر بس بتاعي اللي بره هو اللي يستوي. فعشان كده مش هتاخد معانا وقت خالص ولا مجهود. ممكن نعينها كمان نحتفظ بيها كده بطبق اللي هو الفل او حتى اكياس، ونحطها في الفريزر ونطلعها على قد التحمير. طعمها حلو جدا 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 واقتصاديه وهتعجبكم جدا. زي ما انتوا شايفين كده بقى انا بعمل كل الكميه ديت، وهعمل بس كام حاجه كام صابع كده يعني على قد اكلتنا، والباقي هعينه في الفريزر اطلعه يا دوبك بس كده اعمله احمره ويبقى كده جاهز على الاكل. يعني انا عملت معاكم نفس طريقه الكوبيبه نفس الشكل اهو، وطبعا انتوا اكيد بتعملوها احسن مني، بس انا اديتكم فكره الكوبيبه اللي هي الاقتصاديه بتاعتنا. بصوا دي طريقه تانية برضو للي مش هيعرف يفتحها كده. ممكن نعملها زي صابع الكفته كده وبس، افتحها كده بصبعي وهحشيها من جوه باللحمه المفرومه. وهوريكم برضو طريقه تانية عشان لو انتوا مش عارفين تفتحوها كده او يعني مش، وطبعا حابين تسووها في الفرن مفيش اي مشكله. انا احطها في صينيه كده وندهن الصينيه بتاعتنا ماده دهنيه، ونقوم حاطين فيها الكوبيبه بتاعتنا وندهنها من فوق بالسمنه او بالزيت باي ماده دهنيه زي ما قلت لكم، ونقوم حاطينها في الفرن. هتاخد بس وش كده والشوايه بلاش من تحت، هنشغل عليها الشوايه عشان لو شغلنا من تحت هتنشف. هنشغل بس من الشوايه كده تاخد اللون بتاعها وتكون جاهزه على التسويه. لا اما تحمروها في الزيت زي ما انا عملت كده ما خدتش اي وقت. هنا بقى انا بوريكم لو انتوا عايزين تعملوها بطريقه اسهل خالص خالص. يعني باخد حته كده بعملها كوره في ايدي زي ما انتوا شفتوها كده، بفردها زي قرصه كده مدوره، وبعدين بحط اللحمه بتاعتي وبقفل عليها اكني بقفل على قطايف، وبعدين بعملها ما بين صوابعي بتطلع صابع كفته جميل او صابع كوبيبه زي ما انتوا شايفينها دلوقتي. يعني اي طريقه هتتلف وهتبقى جميله وهتبقى حلوه. اهم حاجه نقفل عليها كويس جدا زي ما انتوا شايفين. انا بقفل عليها عشان الحشو بتاعنا ما يطلعش منها خالص، وهي بتتقفل بكل سهوله. يعني لو حته مفتوحه مننا كده بنضمها ما بين صوابعنا خلاص بتتقفل. انا بقى خلصت كل الكميه بتاعتي وحمرتها. دي طبعا مش كل الكميه، دي ربع الكميه، كل ده من ربع كيلو لحمه. عملنا الجلاش وعملنا الكوبيبه اقتصاديه جدا كالعاده زي ما احنا متعودين بنعمل في قناتنا كل حاجه اقتصاديه. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا مني اي حاجه.